فكتبت هذه الأبيات عبرا عنها، قلت لحظة، فيها. كتبتها من كلماتك؟ الناس بيسألوا هل هي من كلماتك؟ نعم نعم أكيد، كل القصائد من كلماتي، والذي أسمعتكم من كلماتي أيضا، ها؟ والتي أسمعتكم من كلماتي. احلف يمين بالله. والله من كلماتي. صلاة على النبي، صلاة على النبي، ما شاء الله تبارك الله. والله إني توقعت قلت يمكن هذه من قصائد البردوني وأنت قدمتها. صلاة على يا النبي ولد. 21. والله لا تعيدها، أقسم بالله بوضوح الصوت، والله لا أرجوك أرجوك. يما والله إني افتجعت. مشاهدينا الكرام، القصيدة اللي سمعناها قبل قليل القصيدة الفخمة من كلمات أسامة. يا والله سماء شكرا دعواتنا أرجوك، دعواتنا أرجوك. حرجتني زيادة يا أستاذ نبيل. لا حقيقة لا. يعني نعيدها لكم إن شاء الله. ايوه عيدها وهات لنا اللي قلت عليها قبل شويه، تفضل. طبعا عنوان القصيدة من أنا. ارفع صوتك شويه، لي منعك. ارفع صوتك شويه. إذا نزل الصوت قول ارفع. طيب سأشتغل لك بيدي. حسنا. أقول فيها: خيال الليل يسكن في رؤايا، وخيل الصمت تصهل في دجايا، الله. صراخ الآه يصخب في فؤادي، وكل الحزن يخلق من أسايا. سؤال كشر الأنياب نحوي، ويسألني بعنف من أنايا، يعاتبني ويضنيني بماذا، ويسأل من أنا ولم عنايا. الله. يحاول مقتلي ويريد صلبي، فأهرب نحو أحضان المرايا. أيسأل من أنا وأنا سؤال تذيله القنابل والشظايا. أنا طفل وعمري 1000 عام، وليد غدي وأسكن في صبايا. أفتش داخلي عني فأحبو إلى أمسي، ولا ألقى خطايا. الله. أنا جفن ضناه الدمع نعيا، أنا الطوفان يعبر في حشايا، أنا الموؤود في رمس الأماني، أنا حلم تغازله المنايا. أنا ابن الريح والأمطار أمي، وخلف الغيم تمطرني الحكايا. أنا ابن الريح والأمطار أمي، وخلف الغيم تمطرني الحكايا. أنا وطن تؤرقه دموع، جفاف الأرض يسقى من بكايا. أنا نجم تؤرقه الليالي، الله. أنا ركن حبيس في الزوايا. أتعرفني لتقرأ صمت بوحي، أتدرك ما تخبئه شفايا. أنا عني فقيد لم أجدني، وتحملني كما طفل يدايا. الله. أواري داخلي أوجاع قومي، وأحمل فوق أكتاف الضحايا. خفافيش المساء تنال صبحا، وصبحي مات حزنا في مسايا، وصبحي مات حزنا في مسايا. الله. الله. الله ما أروعك، الله ما أروعك. صلاة على النبي، ما شاء الله تبارك الله. إلى قناة السعيدة نداء، إلى قناة السعيدة، إلى قناة يمن شباب، إلى قناة المهرية، إلى شركات الإنتاج، إلى كل الإذاعات في اليمن. هل سمعتم ما سمعت؟ هل سمعتم ما سمعت؟ شاب يبلغ من العمر 21 سنة، لا زال شابا صغيرا، يمتلك هذا الصوت الإذاعي الفخم، ويمتلك هذه القصائد، شاعر وفصيح، ويمتلك هذه الموهبة الرائعة والفخمة. والله أشكرك. في جب اليمن، وضائع في الغربة. حرام علينا، أقسم بجلال الله، حرام علينا إذا ما دعمناش. حرام علينا يا قنواتنا، يا إذاعاتنا، يا شركات إنتاجنا، حرام مثل هذا الرائع والمبدع.
أنه لليوم لم نره ولم يظهر. هذا من طفولة باين شارب اللغة العربية ويشرب الشعر من طفولته وإلى اليوم لم يعرف أحد. أعتقد هذا أول ظهور لك مع ممثل أو إعلامي يمني، أو يتهيأ لي؟ نعم هذه أول مرة.